كنت قاعد زي أي شاب بعمل سكرول على مواقع التواصل الاجتماعي. مرة واحدة ظهرت قدامي أغنية لسه نازلة جديد، سمعت منها دقيقتين تلاتة عجبتني، بس ضميري أنبني من جوه قال لي حرام، الأغاني حرام يا عم، إيه في اللي أنت بتسمعه ده؟ بس حاجة تانية وسوست لي كده اللحظات زي أي شاب. هل ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على الدقيقتين تلاتة اللي أنا سمعتهم؟ لقيت إجابة طالعة من جوايا بتقول لأ طبعا، ربنا غفور رحيم، مش هيحاسبنا على الدقيقتين ولا التلاتة دول. لوهلة أنا قعدت أفكر، فإذا بآية زي الصاعقة نزلت عليا. الآية ديت أنا سمعتها طالعة من توك توك، وصاحب التوك توك بيشرب سيجارة. إيه هي الآية؟ يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو ما تعرفنيش فأنا أخوك في الله عمار. الحالة اللي أنا قلتها لك في الأول دي حالة كل شاب وفتاة في الفترة اللي فاتت. هل ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على الذنوب ديت؟ طب ايه هي الآية اللي أنقذتني من جوه بالظبط من سنة وشهرين بالظبط؟ كانت سبب في تغيير شيء كبير جوايا. الآية اللي أنا سمعتها الوهلة كانت عاملة زي الصياقة على الرأس. يلا بينا نسمع الآية ديت ونرجع نكمل. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. شفت؟ آية جبارة، آية صعبة جدا. بداية الآية وضع الكتاب. تتخيل انت ربنا سبحانه وتعالى عطاك الكتاب وسط مليارات الخلائق، هتقرا الكتاب دوت اللي فيه فضايحك، الكتاب ده اللي فيه مصايبك، الكتاب ده اللي فيه كل حاجة انت عملتها. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. الكتاب اللي في ايديا ده لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. الكتاب اللي في ايديا ده صعب. الكتاب اللي في ايديا ده ما سابش صغيرة ولا كبيرة. الكتاب اللي في ايديا ده ما سابش أغنية، ما سابش سجارة، ما سابش بصة، ما سابش كلمة ضحكت بيها على بنت، ما سابش أي حاجة. الكتاب ده في كل حاجة، في كل صغيرة. ليه هنا قالوا الصغيرة قبل الكبيرة؟ لأنه هنا استحقر الصغيرة قبل الكبيرة. لما أنا قلت لك هو يعني ربنا هيحاسبنا على الدقيقتين تلاتة أغاني اللي أنا سمعتهم، أنت استحقرت الذنب بقى ذنب تاني فوق الذنب. وأنا يعني ربنا هيحاسبنا على السيجارة يا عم؟ دي سيجارة، دي حاجة الواحد بيطلع فيها طاقة من الحياة، وربنا هيحاسبنا عليها يعني. أكيد ربنا هيحاسبنا عليها لأن ده ذنب. طب هو ربنا يعني هيحاسبنا على السلسلة اللي أنا لابسها، أو ربنا هيحاسبنا على الطرحة اللي مش مظبوطة، أو على اللبس اللي مش مظبوط كبنت؟ ربنا هيحاسبك عليها لأن ده حجاب هنا، والحجاب فرض. طيب نكمل كده الآية تاني. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل حاجة مكتوبة، فضيحك ومصايبك كلها مكتوبة. انت بتغرق، انت مش بتقرأ كتابك هنا قدام واحد ولا اتنين، انت بتقرأ كتابك أمام الذي رفع السماوات بدون عمد، أمام الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، أمام الغفور الرحيم، أمام الذي يقبل توبتك. وإيه؟ ومعاه الملائكة ومعاه جميع الخلائق. انت بتقرأ كتابك قدامهم. تخيل انت تاخد كتابك بالشمال أو باليمين، انت بتقرأ كتابك، بتقرأ المصايب اللي انت أصلا ما تقدرش تقول لأبوك وأمك عليها، بتتكسف اللي انت تقول لهم عليها، بتقرأ كل ده
قدام كل الناس: يا عبدي فعلت ذنب كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ نعم يا رب. أو تكذب وتلاقي إيدك بتشهد عليك، عينيك بتشهد عليك، إيدك دي هتنطق، بقك ده أو لسانك هينطق، رجلك هتنطق، كل حاجة هتنطق. نرجع للآية تاني ونكمل مع بعض. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. الله سبحانه وتعالى عدل، جنة أم نار، مفيش حاجة تالتة. ربنا سبحانه وتعالى عادل. انت عصيت الخالق الله سبحانه وتعالى، تعالى انا اعطيتك كل حاجة في الدنيا، هات حقي في الآخرة. يقتص منك الله سبحانه وتعالى حقه الذي أهدر. شوف وراجع نفسك، وقف عند الآية دي تاني. سلام.